مش أخطر حاجة إنك تقع، الأخطر إنك تمشي وإنت مش شايف. في ناس حياتها كلها حركة، قرارات، علاقات، اختيارات، سعي وتعب، لكن من جواهم في ضلمة، مش فاهمين ليه بيتوجعوا، ولا ليه بيكرروا نفس الغلط، ولا حتى رايحين فين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الملك: بسم الله الرحمن الرحيم: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. صدق الله العظيم. تعبير يهز القلب. مش قال يمشي غلط، قال مكبا على وجهه، يعني إنسان فقد اتجاهه لدرجة إنه بقى ماشي مقلوب، كل خطوة فيها خبطة، كل اختيار فيه وجع، وهو مش فاهم ليه. وده لأنه مش غبي ولا لأنه وحش، لكن لأنه فقد نور البصيرة. البصيرة دي من أكبر النعم اللي ممكن ربنا ينعم بيها على إنسان. البصيرة مش حاجة بتتشاف بالعين، دي نور ربنا بيحطه في القلب، بيخليك تشوف الحقيقة حتى لو مغلفة بكلام حلو، تحس بالغلط حتى لو الكل بيعمله، تفرق بين اللي يرضي ربنا واللي بيرضي مشاعرك وبس. البصيرة تخليك تشوف اللي ورا الأحداث، مش بس الأحداث نفسها. وعلى قد ما المعنى ده عميق، على قد ما نتيجته مرعبة. إنك تعيش سنين تتعب، تحاول، تحلم، وفي الآخر تكتشف إنك كنت ماشي غلط من البداية. وفي المقابل في حد تاني بيمر بنفس الظروف ونفس الفتن ونفس الألم، لكن ماشي سوي، مش لأنه أقوى، لكن لأنه شايف ربنا في كل حاجة، شايف الحكمة ورا المنع قبل العطاء، شايف إن الطريق الصح مش دايما الأسهل، بس دايما الأأمن. وهو ده الفرق الحقيقي، مش فرق ظروف، فرق نور. النور ده مش بس للدنيا. في سورة التحريم ربنا سبحانه وتعالى بيحكي عن لحظة مرعبة يوم القيامة، والناس كلها ماشية على الصراط. في ناس هتكون في ظلام، وناس نورها بيجري قدامها، وساعتها المؤمنين بيقولوا: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ليه بيقولوا أتمم؟ لأن النور ده ما اتخلقش فجأة هناك، ده اتبنى هنا. كل مرة غصبت نفسك على الصح، كل مرة سبت حاجة بتحبها علشان ربنا، كل مرة رجعت بعد ما بعدت، كل مرة دمعتك نزلت وانت بتقول له يا رب، كانت نقطة نور، نقطة صغيرة بس بتتجمع لحد ما يبقى عندك نور يمشي قدامك، ينور لك طريقك وينقذك. فالدنيا مش مجرد أيام بتعدي، دي مكان بيتحدد فيه هتمشي ازاي، مكبا على وجهك أم سوي، تايه ولا شايف. السؤال الأخطر: لو النور ده هو اللي هينقذك هناك، انت عامل ايه عشان تزوده هنا؟ فاللهم لا تتركنا لأنفسنا طرفة عين، وارزقنا نور البصيرة اللي يخلينا نشوفك في كل حاجة ونختارك في كل حاجة. فاللهم أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.